يلا اليوم احنا مجموعين بالبصرة، البصرة فحاء نآزر المنتخب، لأن اليوم مباراة مصيرية بين المنتخب العراقي والمنتخب الكوري، لأن إذا غلبنا راح نصعد كأس العالم إن شاء الله. فأنا والشباب أريد نتوقع النتيجة، يعني هسه أنا بالنسبة لي إن شاء الله 1-0 للمنتخب العراقي، وبعد أريد أشوف الشباب. هلا منتظر، اليوم راح نفوز 2 بس الكاميرا بعد لا تنساها، سويت فينا سكر. عباس شوف لنا المنتخب ايش راح ان شاء الله فوز العراق 2-1. ان شاء الله الفوز العراق، وانا متوقع النتيجه ان شاء الله 2-1 للعراق. يا جاسم حبيبي والله اللعبه صعبه بس ان شاء الله للعراق. زياد الطيطه يقول له زياد ان شاء الله 2-1. تعادل سجاد 2 كل تعادل 2 كل. صوف حبيبي 1-0. نعم الله كله يقول على روحه ان شاء الله. اما بالنسبه لي اتوقع 2-1 للعراق، يعني اتوقع 2-1 وراح يسجل اليوم ميمي محمد قاسم له بصمه اليوم، اتوقع محمد قاسم له بصمه، فيا رب ان شاء الله نفوز. طبعا بالبدايه انا نسيت الكاميرا، زين كان ماكو يوم فلوج، كان الفلوج مال البارحه نسيناه وراح، فالحمد لله اهل البصره موجودين. اجرنا تاكسي بس انا الافندي نسيت الكاميرا، بس الحمد لله رجعت. على عسون حبيبي. حبيبي زين مع السودان بقيتها من السياره. اليوم ان شاء الله نفوز، واذا فزنا اليوم ما ارجع لبغداد. شو راح يصير؟ اوديكم المكان عالمي، اوديكم للعماره. وعد والله ايه اروح للعماره. استاذ علي قال اذا يفوز المنتخب راح اوزع 25 كود، فانطيه خليه يحكيها. صدق استاذ علي اذا فاز المنتخب كم كود راح توزع؟ والله مو كود بس، مو كود. اذا فاز المنتخب اليوم ان شاء الله 25 كود مجاني طلاب 26، واذا تاهل كاس العالم اوزع 200 كود مجاني. اليك هذا العراقي الغيور، شوفوه هالقد ما يحب المنتخب ماكو. الموسم الجاي اذا صعدنا احتمال ياخذ مجانا حتى الحضوري. طبعا بعدني الياس ما جايب دريز زين، فيحتاج ندور لنا على واحد يبيع دريزات. والله العظيم الحمد لله وضعيتنا كلش توب حاليا، بسبب انه رجعت الكاميرا. لو ما رجعت لا وضعيتي مو توب، والله العظيم مو توب، بس الحمد لله رجعت شو اسمه بوسات لكم. انتوا بالقلب والله العظيم، انتوا بالقلب. طبعا خلصنا اكل زين، هسه نازلين. ما طول رجعت الكاميرا بعد ما اهتم ابد، بس كنا نفوز اليوم. انا اخاف من هذا اللي يشغل الاغاني والله العظيم. شنو الله اللي يستر، اقول اخاف من الاغاني وهاي السوالف. هو راح ننفضح. اي والله. عفوا هسه السياره مكوكبه. بعد ما عدلنا وكملنا الاكل وهسه وضعيه لوز، صدق لوز. يلا والله العظيم متوجهين للملعب، دعواتكم. ناوي شو نروح نجيب سياره؟ نجيب السياره ومتوجهين للملعب، دعواتكم كلنا ويا الابيض. هلا ابو عولي شخصيه. اليوم راح نفوز 6-0. ايش جايين حبيبي؟ 6-0 جوازه. ما ادري. جوازه. من ضربتي يا ولد؟ جبتها لك. هسه ما الواحد ياخذ هاي السياره ويطلع بيها وين؟ للملعب. والله مباشره للملعب. والله العظيم. اوه ريحه الشمس شنو؟ ريحه اوقف ريحه الشمس ضرب خشمنا. اي والله بس كون التعب ما يروح اليوم بالقراءة على هذا الحار وجايين للبصره زين، بس كون ما تضيع. لا ما الكاميرا هم وين العلم الثاني؟ شلون؟ تنزل الكاميرا. يا وضعي روح سجاد اشرب الف عافيه. جاهز. والله انت الوحيد المتفائل ما اعرف ليش. احنا ضايج من المحاضرة لك من ورا الحر تشرب المي منها قبل ينزل. اي والله. صدق تتبخر والله العظيم. هاي تاكسي بنأجر. تاكسي في ابيض. محطة دينار. انا ما اعرف الكاميرا ليش تفر من وجهي، ما اعرف. يا الله يا الله روح اصعد.
روح على حسون روح. ليش ما تجيب السيارة وتجينا علي؟ لا ننزل الستيكر عليه. وي هسه اشوف الدريز حتى البس دريز يعني كل لابسه الا انا. طبعا وصلنا للمحطة نغسل السيارة حتى ننطلق للملعب. زين هنا هي الكاميرا راحت بس الحمد لله لحقت عليها ورجعت. وهاي هنا الشباب بعد ما غسلوا السيارة. زين بدأوا يبدلون ويجهزون. هذا علاوي هسه صرت عراقي بس ما كنت اعرفك. ما ادري بس متفائل اليوم متفائل. ليش؟ ما ادري متفائل ليش هم ما ادري. اتوقع لان راح نفوز. بس تقول شلون عرفت راح نفوز؟ يعني هيك عندي احساس انه نقول راح نفوز. هي بس لكنها نطلع ونبكي بالاخير لان هي اليوم لعبه حماسيه ولعبه مصيريه. ويا رب انه ان شاء الله نفوز ونرجع لبغداد فرحانين. يا رب يا رب يا رب. انا متفائل اليوم. خلينا نشوف الوضع هنا. الشباب بدأوا يجهزون حتى ننطلق. وين؟ ما اتوقع ساعه نطلع الملعب. ثلاث ساعه هيك يعني نطلع الملعب. ما شفت زي كتاب الله الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب. عذاب. بدي انام. كلها تنام مو بس انت سجاد. انت جد نمت؟ ايش كم ساعة؟ 4 ساعات والله. بس 4؟ اي والله انا مستعد. اقول لك بس قاعدون سجاد 11 والله عبالي بالثنتين قاعدون. لكن انا مقتنع. هو وقت الموبايل بالثنتين بالمطعم ديك. وانا ما ادري موبايل عبالي انا بعدني نايم دق علي بالمطعم. انا نمت ب6:30. بابا هذا موجود والله. بعدين شفتك نمت كنت اخاف ونمت. راح اجيك عبيد. ليش خفت؟ ليش خفت؟ اخاف وحده. يا سجاد انت تنام انا انام، انت تقعد انا اقعد. سجاد كذب علي. قلت له رجال. قال لي ما نايم لعبت وشفت التليفون طفى ونمت. قمنا سوينا البوار الصبح. سوينا والله العظيم. رممتوها. كان البوار طاق. كان غرقنا. كان لقيت انا بوحه شفت المي قبل لا انام. اي ما حسيت. ليش ما حكيت؟ قلت هاي هم جماعتنا هم يطبوا لنا المي للهول. كان قعدنا على مي. والله طبوا لنا لجوا. قلت لك عوف. وش سويت والله سويت؟ انا رحت شو قمت اطبش. اي شنو هاي وانا براس البيشه شاكرني عبود. اي والله العظيم. بعدين جيت لسجاد اسمع صوت مي ترى وغرقني. سجاد والله قام. سحبنا الكاونتر شيكنا لقينا الصوندا فات. اخر شيء شفته سوى تصنيع عسكري. اي سجاد اكسرها هيك وخلنا نضربها واير فشي. بعدين لاحقنا الموقف. لا والله سجاد نام جواها. زم لله لزمت لله حلت الامور ان شاء الله ونقذنا حياتكم. احنا بالخدمه من كارثه طبيعيه والله. يعني انتم سارحين بالمي. انتم لحم شتافكم من خيرنا. اي والله هسه احنا عايشين بسببكم. اي والله. شلون لا عاد؟ والله اوديكم. هسه حسيت بقيمه الحياه؟ اي والله. انت البارحه كان فقدت. لا حسيت بقيمتك جد مهم بحياتي. الله وفق من قيمتي. انت حسيت الحياه جد قصيره. اي والله. كان غرقتوا. انت ما تعرف تسبح انا ادري. انا بالدوش مال بيتنا اغرق. هذا العلم انت مو جبته؟ اي يدخل. هذا العراق. من اليوم؟ كوريا وفريق خليجي. منتخب خليجي. طبعا هسه وين منطلقين للملعب جد النخله. زين حصلنا موافقه ندخل الملعب بالسياره. فاتوقع الاجواء راح تصير فول والله العظيم. يا رب بس كون نفوز. يعني ما اعرف خايف من اللعبه بس اتمنى نكون نفوز. يعني احساس عندي راح نفوز بس ما اعرف. والله العظيم ما اعرف. خوف مو طبيعي. الشباب هنا كلها متحمسه. بس اخر لعبه جينا احنا يعني ما شاء الله بينا 6. يعني انتم هم عندكم هذا الاحساس يجيكم قبل اللعبه انه عندك همل وتتحرق الدنيا بس بالاخير انه انت مسلمه بيد رب العالمين لان
اللعبة كلش قوية. تعرف انه كوريا مو شيء قوي، وانا منتخبنا ما شاء الله اسهل اللعبة ضيعناها يعني فلسطين على كذا وكذا. يا رب يا رب الفوز، بس ما اعرف، خايف. يعني الاجواء احس راح تصير خوف وشارية اذا فزنا. الكورنيش عالمي اذا فزنا والله العظيم، بس الله اللي يستر، والله العظيم الله يستر. طبعا باعوا الشباب بدي يسولفون معي كم يوم، انتبهوا وياي. طبعا الكاميرا ما راح تدخل الملعب، راح اكمل تصوير بالموبايل انزين، بس نطلع من الملعب وارجع اكمل الكاميرا. يعني انه هذا شيء سلبي كلش، انه الكاميرا ما تدخل. هي ولو اغلب الملاعب ما يقبلون، بس الملاعب الاوروبيه عادي طبيعي، لان زرت كذا ملعب بس ماكو. اما هنا لا، ممنوع منعا باتا الكاميرا تدخل وياك، يحسونه مدخل يعني فد شيء. فيا رب التوفيق للمنتخب العراقي والله العظيم، لان نستاهل ونرجع لبغداد فرحانين. يا ويلي صدق عالمي. هسه يلا وصلنا للملعب. زين، كان الاجواء عالميه. يا رب الفوز، بس كون نفوز. طبعا ابو الصوف متونس. تعال تعال حبيبي تعال، متونس لو لا؟ نعم والله. هنا الشباب جاعوا بعدنا ما داخلين الملعب. الجمهور يعني ما يحتاج اقول لكم عالمي. هذا شنو هذا المي؟ شنو صدق شنو؟ للزورة. هذا 24. احنا ايش قد؟ انا 26 بعد يحتاج 25. ايه هذا 25. هذا 25. وين تحصلوا؟ الاجواء يعني عالميه، بس ما اعرف ليش هي جمهور قليل، ما ادري شنو السبب جمهورك قليل، ما اعرف، بس يا رب الفوز. طبعا الكل جاي يصفر، الكل جاي يصفر. يا رب يا رب الفوز. هذا منتخبنا. هذا سون، هذا سون.
يلا يلا هسه ابو طبر يجيب اثنين من ينزل. والله يعني منتخب فاشل. من هو اليلو كارد؟ منتخب فاشل، حرام هذول. على ابو المنتخب. كاي كلها تناشد، وين ما تروح يناشدون. ايش بيه ايش بيه؟ والله منتخب خايس. باي. يعني ما تعرف شنو ما تعرف. مبين الحزن من وجوهنا بعد الخسارة المؤلمة. يعني والله العظيم ما اعرف شو اقول، بس نستاهل. صراحة خلينا نكون صريحين، نستاهل الخسارة. والله العظيم مو بس نستاهل. منتخب بلا روح، منتخب ضايع، اللاعب كلهم ضايعين، ما اعرف شنو الوضع والله العظيم، بس خسارة نستاهلها. زين؟ الوجه مبين شلون متعوب من ورا اللعبة والصياح والتعب. على وجه نصعد، على وجه نتأهل، فخلينا نطلع منها هسه احسن. يعني حرام ما هيك تخسر لعبة بأرضك وبنص جمهورك وتعبان، وهاي الجماهير جاية ما ادري منين من تلفات الدنيا حتى بس تشوف اللعبة، زين، وتشجعك، وفوق هاي منتخب ما يستاهل كل هذا العطاء، كل هذا الدعم. زين؟ خلينا نكون واقعيين. ما يستاهله. لأن الجمهور تعبان، المدربين كل ساعة نبدل واحد، ما تعرف المنتخب شو وقت راح يستقر. زين؟ شو وقت نصير نحلم، قمنا نحلم نشوف منتخبنا يوصل لهالمستوى من المنتخبات العربية اللي وصلت لها، مثل الأردن. الأردن انت تشوفها ما شاء الله تأهلت رسميا، مو بس الأردن، حتى فلسطين منتهية، ما عنده نوادي، يعني ما عنده دوري. يجي يتعادل ويا كوريا بأرضه وبأرض يعني فلسطين، ما أعرف شنو الموضوع. زين؟ اللعبة حرام، كانت المفروض على الأقل نفوز، بس ما حالفنا الحظ، لأن المنتخب فاشل. والله العظيم منتخب فاشل. أقدر أقول وصلنا لنهاية الفلوج، وأشوفكم بفلوجات جاية وسفرات جاية. يلا باي باي.